محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اشتراك، سبسكرايب، فعلوا الجرس واختاروا الكل يصلكم الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش اللايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدات. النهاردة بإذن الله كده روتين خفيف، هنعمل حاجات حلوة قوي مع بعض. كملوا الفيديو للآخر هيعجبكم بإذن الله وتستفيدوا منه. هنا انا كده كنت هصلي، فهنا بنجيب الاسدال بتاعنا احنا بنصلي فيه، بنشوف اي برفان احنا بنحبه المفضل عندنا وبنرش بيه الاسدال بتاعنا. وبرضو سجادة الصلاة بنرشها برضو بالبرفان اللي احنا بنحبه. لازم اللبس بتاع الصلاة بتاعنا يكون نظيف وريحته حلوة. وكمان بنحس براحة نفسية واحنا بنصلي كده وريحتنا حلوة وريحة سجادة الصلاة حلوة. هقول لكم بإذن الله على طريقة سهلة جدا ازاي ان احنا نختم بيها، طريقة سهلة ان احنا نختم بيها القرآن بالنسبة للناس اللي هم بيكونوا ما عندهمش وقت وبيكونوا مشغولين، ما يقدروش ان هم يقرأوا في القرآن كتير او مش بيقدروا ان هم يختموا القرآن. فهقول لكم هقول لكم تعملوا اول حاجه. اللي عنده مكان اللي يقدر يعمل ركن للصلاه، يبقى فيه السجاده والمصحف والاسدال وكده والسبحه. ده حلو جدا. اللي ما عندوش مكان بيبقى حلو الركن الصلاه، انك تعملي ركن الصلاه وتحطي فيه كل حاجات الصلاه، السجاده والمصحف والسبحه والاسدال. اللي ما عندوش مكان، اول حاجه لازم ان انتي تحطي المصحف في المكان اللي انتي بتصلي فيه. ليه بقى ما نحطهوش في الدولاب او نحطه في الدولاب او في ظرف او كده؟ علشان المصحف لما انت كل ما انت بتيجي تصلي والمصحف قدامك بتفتكري انك تقرأي القرآن، مش بتكسلي. لو انت حاطه اكل على النار او بتعملي حاجه فبتيجي تقولي لسه هروح اجيب واجي، فلما بيكون محطوط قدامك في المكان اللي انت بتصلي فيه، مثلا انت صليتي الظهر هتقومي تقرأي على طول، صليتي العصر بيبقى قدامك بس بعيد طبعا عن الاطفال، يعني حاطاه في المكان بتصلي فيه بس بعيد عن الاطفال. الحاجه دي بتخليكي انك تقرأي فيه بعد كل صلاة على طول. تمام. هنا ده المصحف بتاعي، ده حصن المسلم الأذكار. المصحف بتاعي شكله ان هو قديم، هو عندي بقاله 20 سنة. ده المصحف اللي كنا بنستلمه في المدرسة من زمان خالص. وهو الغلاف بتاعه ورق مش جلد، عشان كده مش بيستحمل، مش مستحمل. انا ممكن كنت اعمل له جلاد او حاجة، بس عارفين انا حباه كده وبحبه جدا وبحب اقرا فيه. بسافر اروح في اي مكان باخده معايا. حلو قوي ان انت يكون عندك مصحف بتاعك ده معايا على طول وبحبه جدا. بس طبعا بقرا في اي مصحف بيكون عندي في البيت عشان ما ينفعش اسيبه مقفول كتير. بس ده المصحف بتاعي واللي بحبه. وحسن المسلم برضو ده عندي من زمان جدا برضو، 15 سنة او معايا مش فاكرة. برضو هم جبتهم معايا ساعة الجواز وهو معايا على طول، واتمنى ان هو يكون رفيقي في القبر باذن الله. بحبه جدا وما حبيتش ان انا احط له جلاد او احط له حاجه، عشان كده هو شكله قديم، فانا حبيت ان انا اقول لكم. آه، المهم هنا ان احنا علشان نقدر ان احنا نختم القرآن، بصوا بقى اول ما هنيجي نصلي الظهر، لما هنيجي نصلي الظهر اقرأوا 4 صفحات بعد الصلاة. بعد صلاة العصر بعد كل صلاة، يعني الخمس فروض اقرأوا 4 صفحات. بكده بكده انتم هتخلصوا جزء في اليوم. عاوزين تقرأوا اكتر واللي عنده وقت. بصوا يا جماعة، اعرفوا ان ظروف كل حد غير التاني، في اللي عندهم اطفال صغيرين، في اللي بيعملوا عزومات كتير، وبنيجي وقت بعد الفطار ده اغلبنا بيكون مهنج وفاصل، مش قادر ان هو يعمل حاجة. بيكون مش قادرين ان احنا نعمل حاجة وبنكون مكسلين. فلما بتيجوا تقرأوا بعد كل صلاة بيكون كده انتوا خلصتوا، ما عادش غير جزء بسيط بالليل بعد صلاة العشاء وصلاة التراويح بتقرأوا. اللي عنده بقى مقدرة ان هو يقرأ اكتر من كده، لو عايزة تختميه اكتر من مرة، ممكن تقرأي قبل الصلاة وبعد الصلاة، 4 صفحات قبل الصلاة وبعد صفحات قبل كل صلاة، صلاة الظهر، العصر، المغرب. تمام. فدي مقدرة وظروف كل حد. لكن لو عايزة تختميه مرة بتقرأي 4 صفحات، وبكده بتيجي على بالليل بيكون هو عندك كام صفحة بس وخلاص. ما بتقدريش ما بتبقيش مجهدة او كده تكسلي عن القراءة.
وعموما قراءة القرآن سواء في رمضان أو في غيره عاوزة أقول لكم راحة نفسية حلوة جدا، ما تهجروش القرآن يا جماعة، سواء في رمضان أو في غيره لازم ان انتوا مواظبين دايما على قراءة القرآن. مش شرط ان انتوا يعني ان انتوا تختموه او كده، هو طول ما انتوا بتقرأوا فيها تختموه في رمضان أو في غيره مش مهم المدة، المهم حتى لو تقرأوا كل يوم في الأيام العادية تقرأوا صفحتين أو ثلاثة في اليوم بجد هتحسوا براحة نفسية. لكن ما تهجروش القرآن وتسيبوه فترة كبيرة، حتى لو سبتوه مدة كبيرة ارجعوا تاني واقرأوا فيه. بجد راحة نفسية حلوة جدا. المهم حبيت ان انا اقول لكم كده، يا رب تكونوا ان انتوا استفدتوا من المعلومة البسيطة دي وجربوها، هتسهل عليكم بجد قراءة القرآن. مش هتلاقيكم جايين بالليل بقى عاوزين تقرأوا الجزء كله او تقرأوا كتير. جربوها بإذن الله، هتسهل عليكم جامد. دلوقتي بقى دخلت علشان اول حاجة هعملها هي الحلو، وهو بلح الشام هنعمله حلو جدا وهنزينه زي اللي بيجي من بره. اول حاجة هنحط على النار زي ما شفتوا كده كوبايتين ونص مية، وعليهم تلتين كوباية زيت ومعلقة كبيرة سكر، ربع معلقة ملح. حطوهم على النار لحد ما يبدأوا يغلوا. اول ما يبدأوا يغلوا زي ما شفتوا كده هبدأ انزل باربع كوبايات دقيق عليهم منخولين، عليهم 3 معالق كبير نشا، وهبدأ اشيل الطاسة بعيد عن النار كده، اقلب كل الحاجات دي لحد ما تبقى معايا عجينة بالشكل ده. هبدأ اقلبها، هرجعها تاني على النار وارجع عشان الدقيق يستوي شوية، وابدأ اقلبها كده على النار تاني شوية كده، لحد ما تستوي حاجة بسيطة يعني مش كتير كده، لحد ما بتبقى معايا كده. بصوا المقادير دي ل4 كوبايات دقيق، لو عاوزين تعملوا اقل من كده بتقللوا الكمية، يعني بتعملوا نص الكميات اللي انا بقول لكم عليها دي. تمام. هنا بنيجي نعمل الشربات. عندي كيلو سكر، كوبايتين ونص مية. واول ما يبدأ هنقلبه الاول على البارد كده، بنقلبه شوية على البارد وبعدين بنحطه على النار، ما بنجيش جنبه خالص ولا بنقلبه، علشان سبب ان السيرب اللي هو الشربات بتاع الحلويات ما يظبطش معاكم ان انتوا تلاقيكوا بتقلبوه كتير على النار. لا ما بيتقلبش، احنا نقلبه على البارد وبعدين نحطه كده على النار، اول ما يبدأ يغلي نقوم نازلين بعصير نص ليمونة، ونحط رشة فانيليا سايلة بتخلي ريحته حلوة جدا. تمام. بعدين سبت بقى العجين كده لحد السيرب خلاص سبته يتعمل، وبنيجي هنا بقى العجينة بنسيبها تبرد خالص علشان هنبدأ نحط عليها البيض اللي هما 6 بيضات وسط. ما تحطوش، اوعوا تحطوا على العجينة وهي سخنة علشان البيض هيستوي معاكم هتبوظ منكم. بتسيبوها لحد ما تبرد ونبدأ ننزل هو عندنا 6 بيضات، ننزل ببيضة بيضة. اول حاجة برش رشة برضو الفانيليا السايلة حلوة قوي احسن من البودر، يعني دايما يبقوا جيبوها، لو بتجيبوا البودر جيبوها تبقى عندكم. تمام. بنبدأ كده، شوفوا هنا نزلت اول بيضة اختفت، نفضل نقلب في العجينة، لو عندنا عجان بنحطها في العجان، ننزل ببيضة بيضة. نزلت اول بيضة بصوا اختفت ما عادش فيه ليها اثر، نبدأ نقلب لحد ما يختفي اثر البيض، ننزل بالتانية وهكذا بالتالتة وبالرابعة، ونقلب كل واحدة لوحدها تختفي الاثر بتاعها وننزل باللي بعدها. يعني حطيته الاولى اختفى اثرها في العجين، نزلت بالتانية وابدا اقلب العجين يختفي يعني مبقاش فيه بيض باين قدامك، وبعدين انزل بالتالتة واقلبها وانزل بالرابعة، ما تنزلوش بيه كله مرة واحدة. تمام. لازم تمشوا على الخطوات بالظبط علشان عشان يطلع معاكم حلو قوي. تمام. خلاص كده بنفضل نقلبه كده، خلاص هو بقى جاهز معانا بلح الشام، ما بياخدش اي حاجه. بصوا هو كده بعد ما خلص العجينه بتاعتي بتبقى بالشكل ده، بتبقى ملزقه شويه كده. بنبدا ان احنا نحطه في هو ما بياخدش اي وقت. بصوا ده الشكل اللي انا هستخدمه علشان يديني شكل حلو البلح الشام. بتجيبوه من عند بتاع ادوات محل ادوات مستلزمات الحلويات، وخدوا بالكم من كيس اللي هتحطوا فيه، خدوا بالكم من الكيس اللي هتحطوا فيه العجينة وتعملوا بيه بلح الشام ضروري. ما تجيبوش ولا الكيس اللي هو البلاستيك زي بتاع زي بتاع اكياس التلاجة، ولا تجيبوا الكيس اللي هو بيبقى معاه الشكل البلاستيك، لان كان عندي وبصي وممكن وانتي بتعملوا وانا بعمل اما مقطوع مني واقع في قلب الزيت وقام سايح. بصي بقى والعجينة عندك بتفضل وبتقعدي محتارة، جيبي الكيس القماش والشكل اللي هو الستيل ده احسن حاجة. الكيس دوت معرفش هم عندي بقالهم كتير مش فاكرة سعرهم، بس تقريبا مش غاليين يعني، بتجيبي ده لوحده وده لوحده. الاشكال الكيس بيفضل عندك
على طول، هو من القماش تقريبا. هو بيقول لك انا عندي كذا نوع، جيبي الكيس ده. حلو جدا، بيستحمل العجينة، لانك بتضغطي على عجين علشان ينزل معاكي. لو جبت اي حاجة تانية وباظت معاكي وانتي بتعملي، بتقعدي بقى مش عارفة هتعملي ايه، علشان مش هتعرفي تكملي الحاجة اللي عندك. فخدي بالك قبل ما تبداي في اي حاجة هتعمليها بعجينة في كيس، ان هي يكون الكيس قوي. جيبي الكيس ده بيقعد معاكي كتير. نبدأ هنا ان احنا نضغط كده. اول حاجة الزيت يكون بارد، ما يكونش اتحط ولا النار ولعت عليه ولا كده، الزيت بارد. ونبدأ ننزل كده نبدأ ننزل بلح الشام، نضغط على الكيس وننزل بلح الشام كده، وبعدين نبدأ نفتح النار. وبعدين هو لما يبدأ يطلع هيبقى هو تحت، واول لما يبدأ يطلع لفوق كده تعرفوا ان الزيت بدأ يشتغل، وهو كده بدأ ان هو ياخد لون. بنفضل ان احنا نقلب فيه لحد ما ياخد معانا اللون الذهبي الحلو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي كده. النار في البداية بتبقى متوسطة، وبعد كده ممكن نهديها شوية علشان يستوي من جوه ومن بره وما يتحرقش معانا وياخد معانا اللون الذهبي. كمان من الخطوات المهمة التانية، بعد ما هنعمل الدور ده انا هشيله علشان هشيل الزيت علشان يبرد. والسيرب هكون مجهزة جنبي سيرب ومصفى زي ما هنشوف دلوقتي. السيرب بيكون بارد، السيرب تقيل وبيكون بارد. حطاه جنبي علشان اطلع. بصوا اللون بياخد اللون الذهبي ده كده. ببدأ ان انا اطفي النار تاني علشان اسيب الزيت لحد ما يبرد، وابدأ احط فيه تاني. بطلع من الزيت احط في قلب السيرب لمدة دقيقة كده. جنبي مصفى في صينية علشان اطلع البلح من الشربات السكر. احطه في المصفى، تنزل اي سكر زيادة او كده. بصوا بقى، عشان الكمية، حتى لو انتي مش عاملة كمية طبعا، عشان انا كنت عملت طاسة تانية، لان انا هسيب الزيت. لازم تسيب الزيت يبرد. لو عملتي في الزيت وهو انا طفيت خلاص على الزيت ده وحطيت طاسة تانية عشان تنجز معايا الوقت، عشان اخلص الكمية اسرع. وده في اي حاجة بتعملوها او بتحمروها او كده، اعملوا دايما في طاستين او في حاجة عشان تنجزوا الوقت وتنجز معاكم. حطيت التاني وقفلت على دي علشان تبرد. لو حطيته الدور التاني وهو سخن، مش هياخد معاكم اللون الذهبي، وهيطلع مش مستوي من جوه، مش وهيطلع وهيبدأ يتحرق معاكم بعد كده، ومش هياخد الشكل واللون الحلو. فهمتوني؟ فعشان كده الخطوة دي برضو من الخطوات المهمة. فعشان كده حطوا طاستين زي ما انا حطيت. بطفي على دي واسيب دي تبرد، واولع على دي واسيب دي تبرد على بال. فاهمين؟ فده بينجز معايا وخلصت يعني ما خدش معايا وقت. وبنبدأ ان احنا بناخد بالنا وبنهدي. وبتبقى النار في الاول متوسطة، بعد كده بنهديها شوية. جيت بقى خلاص طلعت من السيرب، حطيت اول دور ده حطيته في المصفى، والدور التاني في الطاسة، وباخد بالي منه لانه بيتعمل بسرعة. جيت هنا قلت ما اجهز الكريم باستري. عندي هنا دي بتاعه دريم. كريم باستري حلوه قوي، هي كانت عندي من فتره. وممكن ان انتوا تجيبوا كيس زي ده من عند مستلزمات الحلواني زي ما انتوا حابين. بتقولوا عاوزين كريم باستري بربع كيلو، نص كيلو، كيلو، زي ما انتوا حابين. بس انا هعمل اللي هي بتاعه دريم دي لانها عندي بقالها فتره. هم الولاد الورقه بتاعتها، هي مكتوب عليها المقادير بتاعتها. الباكو بياخد تقريبا 250 ملي. 250 مية او لبن. بنحط ماء، انا عملتها باللبن. وبنبدأ نضربها بالمضرب الكهرباء. بمضرب الكهرباء. وبعدين الكريم، بصوا زي الكريم شانتيه كده، تمام، لحد ما بتبقى معاكم كريمة. خلاص جهزت كده بلح الشام طلع معايا. جهزت عندي شوكولاتة نوتيلا، عندي مكسرات، عين جمل على لوز على بندق، كسرتهم طحنتهم كده. وعندي فستق لوحده عشان بحب اللون بتاعه وبيبقى حلو قوي. وعندي الكريمة. اول حاجة هنبدأ نعمل هو الكريمة. بنفتح بلح الشام كده وبنبدأ نحط الكريمة فيه. لما جيت احطها كده الكريمة بالمعلقة، ما كانتش بتظبط معايا ومش بتتحط كويس. فجيت قلت ايه، لا انا شلتها من الطبق ده كده، وحطيت الكريمة كلها في كيس حلواني. كانت حطيت بيها اسهل واسرع، وخلصت معايا بسرعة، احسن من المعلقة، احسن من لما احط كده بالمعلقة وما كانتش بتظبط معايا.
بتحطه في اي كيس، في اي كيس حلواني عندكم. وبعدين بنحط الكريمة كده زي ما انا حطيتها، وبعدين بنجيب اي مكسرات من اللي احنا عاملينها دي، الفستق او المكسرات المشكلة. وبعدين ببدأ ان انا ارشها على ببدأ ارشها كده على البلح، ببدأ ارشها عليه كده من بره. بيبقى شكله حلو قوي. هنا اهو حطيت الكريمة كلها في كيس حلواني. ممكن تحطوها في كيس حلواني زي ده، او في كيس تلاجة وتخرموه خرم صغير خالص، او اللي هي الاكياس اللي بتيجي لوحدها دي، تخرموها خرم صغير خالص. عاوزة اقول لكم ان هو طلع معايا عمل بسرعة، خلص معايا الكمية بسرعة واسهل زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. بصوا وانا بحطه كده احسن من المعلقة بكتير، احسن من المعلقة بكتير. بصوا كده بيقوم محطوط اسهل واسرع. وبنبدأ ان احنا نزينه من بره بقى بالمكسرات اللي احنا عاوزينها. وممكن تحطوا مش شرط المكسرات دي، ممكن تحطوا فول سوداني. بس انا ما بحبش الفول السوداني خالص في الحلويات، ولا بحبه عموما. يعني ممكن اكله كده لوحده، بس مش من المفضل عندي. يعني لو لقيته في حلويات او في الكنافه او الحاجات اللي بتيجي من بره دي، بطلعه منها وما باكلوش. مش بحبه في الحلويات، ولا حتى بحبه في الشوكولاتات زي سنيكرز والحاجات دي. مش مفضل عندي الفول السوداني قوي. فحابين تعملوا تكسروا فول سوداني وتحطوه عادي خالص، هيديكوا نفس الشكل. المهم بقى بالنسبة للطعم الكريمة، بالنسبة لطعم بلح الشام بالكريمة جميل جدا. ممكن انتوا تعملوه بالقشطة او كده. بس انا بحب الكريم بستري، بيدي طعم حلو قوي. وبجد كان طعم بلح الشام كان حلو جدا. كان طعمه حلو جدا زي اللي بيجي من بره، مقرمش من بره وطري من جوه. كان بجد جميل جدا. هنا تاني حاجة، انا خلصت الكمية الاولى اللي هي محشية، وهكمل برضو شوية، بس انا خلصت كده كمية قلت اوريكم. تاني حاجة اول كمية اللي هي محشية الكريم باستري. والكمية التانية بنيجي نجيب في الشوكولاتة كده، نحطه في الشوكولاتة النوتيلا او اي نوع شوكولاتة سايحة، ونبدأ ننزل بيها في قلب المكسرات، سواء في الفستق لوحده او في المكسرات المشكلة. وبنبدأ ننزل بيه كده. نبدأ نعملها في المكسرات، بيبقى معانا بالشكل ده برضو، بيتباع بره كده. انا بالنسبة لي انا فضلت، يعني اللي عجبني اكتر بالكريمة واللي هو السادة. اللي بالشوكولاتة برضو كان حلو، بس انا اللي بالكريمة كان حلو جدا. هنا خلاص كنت خلصت الكمية، سبت شوية سادة. عاوزة اقول لكم الولاد تقريبا خلصوا نصه على بال ما كنت خلصته. جربوه بجد بالطريقة دي، هيطلع معاكم مظبوط جدا، حلو جدا زي اللي بيجي من بره بالظبط. وكمان نضيفه في البيت وبتعملوه. وعلى فكرة أربع كوبايات دي دول بيعملوا معاكم كمية حلوة جدا. عاوزين تقللوها، قللوا نص المقادير. هنا كان أول حاجة عملتها وهو الحلو. جيت هنا بقى بعد كده، أنا خلصت الحلو وخلصت وهعمل العصير دلوقتي، لأن أنا هعمل أكلة في صينية واحدة هتتعمل على الفطار بإذن الله عشان تطلع سخنة. فعشان كده أنا ما بدأتش بيها، بدأت بالحلويات عشان بتاخد وقت فخلصتها. دايما بنبدأ أول ما نيجي نصحى، بنبدأ بالحاجة اللي هي نخلصها الأول، والحاجات الأخيرة اللي هتبقى على الفطار بنسيبها للآخر. هنا هنعمل عصير بصوا هنعمل كوباية عصير صوبيا حلوة جدا، أحلى من المحلات. بصوا اول حاجه، هل بتفرق نوع الصوبيا عشان الطعم؟ طبعا اول حاجه نوع الصوبيا يكون صوبيا عمان، من احسن الصوبيا اللي انا استعملتها. بجد جميله جدا، طبيعيه، مش بتحسيها ان هي صناعيه خالص. بنجيب لتر ميه، انا بحطها في قلب علبه عندي كده. بنجيب لتر ميه، لتر لبن قصدي، يكون ساقع، بتحطوه في التلاجة يسقع. وبعدين بتنزلي بكوبايه، عارفين كوبايه الشاي كده، بكوبايه الا ربع من كوبايه الشاي دي، او كوبايه كامله تحطوها على لتر اللبن. هتقولوا لي كتير، لا، في طبعا اللي بيقوموا عاملين لتر اللبن وتحطوا 5 معالق سكر. ما تكتروش في السكر، لان بيبقى مسكر، ما يسكرش معاكم وكده. هو ان هو سكره يبقى حلو كده. المهم هتقولوا لي ان كده كتير الصوبيا دي، لا، انتوا كده هتبقوا بتشربوا صوبيا باللبن مش لبن بالصوبيا. الناس لما بيجوا يعملوا الصوبيا وبيلاقوا طعمها مش حلو او مش مظبوطه معاهم، بيبقوا عاملين لتر اللبن عليه معلقتين كبار او 3 معالق صوبيا. تاني حاجه بيستخدموا نوع من الانواع اللي هي بتكون طعمها زي بتاع اللي بيبقى عليها مواد صناعيه وكده، فبيبقى طعمه صناعي.
احسن حاجة بجد جربته عمان، ومعرفش اذا كان في حاجة طعمه زي طعم عمان كده ولا لأ. عمان ده طعمه جميل 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 زي اللي بيتعمل في البيت، طعمه طبيعي بجد، جربوه وحطوا كمية السوبيا بالطريقة دي، هيطلع معاكوا احلى كوباية سوبيا اللي انتوا بتبقوا نفسكوا تشربوها. وبتروحوا تجيبوها من المعصرة ما بتعجبكوش، او بتجيبوها من المكان اللي بتباع فيها بتحسوا ان هي طعمها صناعي كده وفيها طعم مية ورد ومش عارفة حاجات غريبة، لا هي لبن وسكر والسوبيا دي بس. هتشربوا احلى كوباية سوبيا، وبتبقى ساقعة كده ومتلجة، وممكن تحطوا تلج كمان زي ما انا هحطها على الفطار كده وتحطوه عليها. جربوه بجد هيعجبكم جدا، وهتعملوه على طول في رمضان او من غير رمضان. جربوا السوبيا بالطريقه دي. دوت اللتر كده، وبتحطوه في الازازه اللي انتوا هتحطوه فيها، وبنحطه في التلاجة لحد الفطار. كده العصير بقى جاهز عندنا. جربوا العصير السوبيا ده هيعجبكم باذن الله. هنيجي هنا بقى هنجهز بقى الفطار. عندي هنا هعمل كوباية ونص رز بسمتي. اختاروا الرز البسمتي اللي يكون رفيع وطويل، ما تسترخصوش في الرز البسمتي، ما تجيبوش الرخيص اللي هو بيبقى تخين كده وبيبقى قريب من الرز المصري، مش بيبقى حلو في التسوية. الرفيع ده لما بتيجي بقى بتنقعيه او كده بيفرد معاكي وبيبقى رفيع. بننقعهم. هنجيب كوباية ونص، او انتي بقى لو عايزة كل واحد وعلى حسب الأسرة وعلى حسب الكمية. انا بقول الكمية اللي انا بعملها، لكن انتوا بقى على حسب انتوا الأسرة قد ايه او الكمية او كده. هعمل كوباية ونص، احطهم في شوية مية واسيبهم ربع ساعة يتنقعوا كده. وهاجي عندي فرخة، عندي فرخة بيضة، انا كده قطعتها من ورا، فتحتها كده من ورا عشان تبقى معايا بالشكل ده. وهنا كده التتبيلة اللي هحطها عبارة عن معلقتين صلصة او معلقتين كاتشب، او معلقة صلصة على معلقة كاتشب زي ما انتوا حابين، معلقة زبادي، معلقتين زيت زيتون، فصين توم للفرخة لو هتعملوا فرختين يبقى 4 فصوص توم. البهارات بقى عليها بهارات فراخ، عليها رشة فلفل اسمر، عليها معلقة صغيرة كاري، عليها نص معلقة بابريكا، رشة قرفة، عليها زعتر، وعليها بنظبط بقى الملح على حسب الكمية. تمام. بتكون كده التتبيلة، وبنبدأ ان احنا نحطها كده على الفراخ. ما بتحتاجش الفراخ دي ان هي تتنقع فيها، احنا هنحطها بس على جنب على بال ما نحضر الرز عندنا. اللي احنا الوصفة اللي انا بعملها دي مندي الفراخ بس. جربوه بالطريقة. عاوزة اقول لكم اصلا ريحة البهارات وانا بحطها خطيرة ورهيبة جدا، وما بتتحط في الفرن بتقلب البيت كله. جربوها هتعجبكم جدا مندي الفراخ. هنا الرز بقى، حطينا الرز اللي احنا نقعناه وصفيناه، بنحط معلقتين زيت ومكعب زبدة، بصلة متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، 4 فصوص توم سليم، عود قرفة، ليمون مجفف، ورق لورا أو ورق الغار سليم، وهحط رشة مطحون، حبهان اللي هو الهيل، وقرنفل حب. الأسماء بتاعت ورق اللورا والحبهان ده عشان لو حد مش من مصر، ولو حد مش عارف اسم أي حاجة بيتابعني من برا مصر ومش عارف أسماء أي حاجة بقولها، يكتب على جوجل الأسماء هتطلع له بلغة البلد عنده. يكتب معنى يعني ورق لورا الأسماء بتاعتها أو كده، هيطلع لك باللغة بتاعتك. تمام. وبنيجي هنا نعمل كده بنحط رز وبنحط عليه مية عادية. بيكون مية عادية لان احنا كنا ناقعينه العقلة ونص كده، ما بنكترش مية لان الرز كان منقوع. باجي كده بعيدان الشيش طاووق الطويلة، بعمل زي شكل شبكة كده على الصينية. وبعدين بحط عليها الفرخة. وتخيلوا انتوا بقى معايا كده الرز نازل عليه الصوص بتاع الفرخة ده، حاجة كده خطيرة خطيرة. بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 200. بنحط الفراخ، بنبدأ نغطيها بورق الزبدة، وبعدين بورق اللي هو الألمونيوم، اللي هو الورق الفويل. وبعدين بندخل على الرف التحتاني لمدة ساعة. بندخل الفراخ لمدة ساعة ونص على الرف اللي تحت لمدة ساعة، وعلى الرف اللي في النص لمدة نص ساعة. وبعدين بنفتح الشواية تاخد لون حلو كده، وبعدين بنقفل عليها وتاكلوا أجمل مندي فراخ. طبعا بما اننا هنعمل مندي يعني رز بسمتي، يعني هنعمل جنبه صوص الدقوس. طبعا صوص الدقوس دوت او صلصة الدقوس اللي هي السعودي المعروفة جنب اي حاجة اطباق فيها، معروفة في المطاعم بتبقى جنب اي اطباق فيها رز بسمتي، حلوة جدا. هي عبارة عن 2 طماطم، واحدة فلفل اخضر، فصين توم، معلقتين زيت زيتون، والبهارات كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة كمون، معلقة بابريكا، رشة فلفل
فلفل اسمر، وبنظبط الملح ما بنكتروش، نص معلقة مثلا، وعصير ليمونة. دوت مشهور الصوص ده، في منه على البارد، انا عملته معاكم قبل كده في فيديو لوحده، في منه على البارد وفي منه على السخن بيتعمل على النار. انا ما حبيتش اللي على النار ده، دقته قبل كده في مطعم كان عامل زي صلصة المحشي كده، لا ما حبيتوش خالص. الا على البارد ده حلو جدا، جنب انواع الرز البسمتي كلها بيتعمل وبتحطوه على الرز كده، اللي كان في المطاعم دي اكيد هو عارفه. هو كده بقى جاهز معايا، طبعا هو اساسي جنب اي حاجه فيه رز بسمتي، فعملته كده وانا حاطه الصينيه في الفرن، قلت اجهزه. طبعا الاكل اذواق، في ناس ممكن تحبه في ناس مش بتحبه، بس هو مشهور جدا وطعمه حلو قوي، جربوه هيعجبكم. جنب الرز البسمتي بتحطوه عليه كده زي صلصه. كده بقى جاهز، كده بقى جاهز معايا. والمندي بيتعمل في الفرن. وكده جهزت العصير وجهزت الحلو. جيت هنا كده بقى بعد ما طفيت خلاص على المندي على الرز، جيت احضر له مكسرات، بنحط مكعبين زبدة، وبنحط مكسرات مشكلة مع زبيب وكده، انا بحب الزبيب فمكتراه. تحطوا زي الكمية اللي انتوا حابينها، وبنبدأ نشوحها كده لحد ما تاخد معانا لون ذهبي في الزبدة. والكوش بتدي طعم الرز، بتديله طعم حلو قوي. ممكن اللي ما عندوش مكسرات يحط زبيب بس عادي جدا، ونقوم رشينه كده على وش الرز، بيبقى طعمه حلو قوي. كده خلاص كله تمام جاهز معايا. جيت هنا بقى ايه، طبعا انا بحب الملوخية جدا. جيت بقى بحطها كده وهي سخنة، وبكون مجهزة الطشة بتاعتها، هبقى اعملها لكم بإذن الله. هبقى اعملها لكم بطريقة حلوة اوي، طعمها بتبقى جميلة جدا. بحطها كده وبنحط الطشة بتاعتها على الوش، ما اقولكوش بقى طبقين ملوخية حلوين جدا. انا بحبها قوي، وبتكون بتكون حلوة الملوخية، بتكون حلوة قوي. جنب اطباق بتبقى حلوة قوي جنب اطباق الرز البسمتي والمندي والحاجات دي، يعني من الاطباق الجانبية اللي بتبقى حلوة قوي مع اللي معاه. هنا برضو هنا بقى جيت حطيت الصوبيا، هي حطيتها في التلاجة وسقعت، وبرضو حاطه تلج. عاوز اقول لكم الصوبيا لما بتكون يعني احلى حاجه انكم تشربوها وهي ساقعه، يعني حتى لو احنا الجو دلوقتي مش حر قوي او كده، بس هي الصوبيا من الحاجات اللي تشرب وهي ساقعه طعمها احلى بكتير. وما تكتروش فيها السكر عشان هي بتبقى مسكره. يعني جربوا اللي اول مره يعملها يجرب كده لحد ما يظبط السكر. هنا عملت الملوخيه هنا السمبوسه اللي انا عاملاها. وهنا بقى بصوا بقى المندي ظبطه وحطيت عليه مكسرات، وبصوا الفراخ بعد ما طلعت لونها حلو قوي، وعاوزه اقول لكم ريحتها فظيعه وطعمها افظع يعني كله مع بعضه. وهنا بقى الصوص والسلطه، وظبطت الدنيا كده وحطيتها وجهزت العصير. والحمد لله، وربنا يتقبل منا صيامنا وأعمالنا يا رب، اللهم آمين. اللهم زدها نعمة واحفظها من الزوال يا رب، اللهم آمين. هنا كده تمام، ظبطت الدنيا وحطيت برضو العيش والتمر، طبعا أساسي علشان يكون قبل الفطار الثلاث تمرات قبل ما نبدأ، فببقى حطاه كده عشان قبل ما نفطر. جربوا المندي بالطريقة دي هيعجبكم قوي. وجربوا كل الوصفات بإذن الله تعجبكم. هنا بقى خلاص بعد ما الواحد كان خلص وفطر وخلاص وصلى بقى صلاة العشاء والتراويح وقرأنا القرآن، والحمد لله بقى بيجي عاوز يقعد شوية كده يشرب المشروب بتاع المشروب بقى بتاع التراويح، والمشروب النهائي اي عصير بكون عاملاه لازم ان انا اشرب منه بعد الفطار. هو الواحد بيجي اصلا ما بيبقاش قادر ان هو يتسحر خلاص، يعني دوب ممكن ياكل كوبايه زبادي، ممكن ان انا انام اصلا ما بقاش ان انا قادره اقوم، بشرب ميه وممكن كوبايه زبادي بعد ما الواحد بياكل حلويات يشرب العصير. بس بصراحه يعني ايه لازم كده بعد نهايه اليوم الواحد ان هو يهدي نفسه كده. بصوا المطبخ بعد ما بخلصه بقى وبطفي الاجواء، انا كنت عملت طبعا معاكم ديكور المطبخ والحاجات دي، اللي ما شافش فعلقت الزينة، اللي ما شافوش يشوفوا. وبعدين بقى بدخل اقعد كده شوية مع نفسي كده، وبكون نيمت الولاد. وبدخل اقعد كده شوية، بعدها نحضر السحور، او ممكن ان انا ما اقدرش ان اتسحر. هتوحشوني، يا رب تكونوا استفدتوا.